في اسبانيا تقدر تعطالك واحد المنحه اللي القدر ديالها كيوصل حتى ل 10000 ديال الاورو. كيختلف هذا المقدار هذا من منطقه لمنطقه، من الكومونيداد لكومونيداد، وعلى حسب شنو غادي دير انت. هذه المنحه هذه كتعطى للناس اللي كيكونوا غادي يديروا واحد النوع من المشاريع. كيفاش تستافد منها والشروحات كلها غادي نشرحها لكم بطبيعه الحال بالتفصيل، ولكن هادشي كله غادي نقول لكم بعد ما غتشوفوا واحد الفيديو اللي لقيتو كيهضر تقريبا على نفس هادشي اللي غادي نقول لكم انا. شوفوا هذا الفيديو هذا من الاول حتى الاخر، وغادي نزيد نشرح لكم هذا الموضوع بلي ديتاي كاملين ان شاء الله بحول الله. واحد الخبر اللي هو ان شاء الله بحول الله غادي يكون جميل بالنسبه للناس اللي هما باغيين يبتدئوا في هذه المشاريع ديال الغنم، لان الناس اللي هما باغيين يكونوا مبتدئين ان شاء الله كما حنا ابتدأنا السنه اللي فاتت، كاين الناس اللي دابا باغيين يبتدئوا. العام اللي بديت فيه انايا دابا هذا هو العام الثاني، كانوا كيخلصوا واحد القدر ديال 37000 اورو اللي هي كمنحه للشباب اللي كيدوزوا هذاك الدبلوم ديال الغنم. واحد المنحه ديال 37000 اورو، شي 700 وشي حاجه ديال الاورو. وكانت محدده على الناس اللي هما عندهم اقل من 40 سنه، اقل من 41 سنه، اقل من 41 سنه. هذا العام هذا سبحان الله العظيم زادت هذيك المنحه، زادوا الفلوس وزادوا حتى في العدد ديال السنين. راني كدرت لكم واحد الفيديو اللي هو سبق تكلمت لكم فيه على حساب السنين اللي هي قررت هنايا في الغوفيرمون ديال برا، كانوا وصلوها ل 56 سنه، ل 56 سنه من بعد ما كانت 41 سنه. الا كانت عندك اكثر من 41 سنه صافي ما عندك الحق في هذيك المنحه ديال واحد 37000 اورو وواحد 700 ديال الاورو بحال هكاك. هذا العام هذا زادوا العدد ديال السنين، خلي هذوك يدخلوا يوسف، زادوا العدد ديال كينو داركو. هذا العام هذا زادوا السنين وزادوا حتى الفلوس، راهم وصلوها ما يقارب 41000 اورو اللي وصلت دابا. كانت 37 دابا راه كتجاوز 41000 اورو، وزادوا حتى في السنين بالنسبه للناس اللي هما عندهم اكثر من 40 سنه، حتى هما عندهم الحق حتى ل 56 سنه. سمحوا لنا على حسب الفيديوهات، ما بقيناش حاطين لكم الفيديوهات غير الوقت والعمل، الظروف ديال العمل راكم عارفين الانسان مع الماشيه. بصح كنبغيو نتقاسموا معكم هذه الاخبار اللي هي كتكون يستافدوا منها الناس، حنا الحمد لله استفدنا منها، ونبغيو حتى الناس الاخرين يستافدوا ان شاء الله، وهكذا يستافد الجميع ويكون الاجر عندنا ان شاء الله بحول الله، لان حنا استفدنا نبغيو الناس حتى هما يستافدوا ان شاء الله بحول الله. هذا هو اهم شيء. السلام عليكم خوتي اخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو كنظن راه واضح وباين لانه ماشي باسبانيا، هذا خونا مغربي داير هنايا في اسبانيا المشروع ديالو ديال تربيه الاغنام هنايا في اسبانيا. راه عنده قناه في اليوتيوب، في تيك توك، في الفيسبوك. للاسف حنا كنا بغينا نتواصلوا مع الزوج ديالي، صيفط له ميساج في الخاص في تيك توك، ولكن هو سد الميساجات. كنا بغينا صراحه الله ناخذوا منه زهرة معلومات اكثر باش نتقاسموها معكم، لكن هو سد يعني الميساجات. نتوما الا لقيتوا شي طريقه كيفاش تواصلوا معاه، راه عنده داير غير تربيه الاغنام، ديروا غير تربيه الاغنام باسبانيا وراه غادي يطلع لكم. الا الناس اللي مهتمه بهذا الموضوع هذا وتبغى، لان واخا نجيب لكم انا مثلا معلومات هكا نظريه، لكن هو راه تبارك الله في الميدان. هو واحد الانسان يعني كيبان طيب، وكيبان انه كيبغي الناس المعلومه وكيبارطاجيها معهم. يعني الناس اللي بحال هاد الناس اللي خلاو لي بزاف التعاليق، سيرتو في اخر فيديو ديال غاليسيا اللي هضرنا فيه على الكورسو او التكوين ديال تربيه الاغنام، ومنه هنا اللي غادي ندير لكم هذا الفيديو هذا. دابا هانتوما كيف ما لاحظتوا، كيف ما قال السيد، ان من بعد ما كدير داك التكوين ديالك ديال تربيه الاغنام والماعز ولا البقر ولا شي حاجه، فهنايا الدوله كتكون كتطلب واحد المنحه اللي كتعطالك باش كدير البروجي ديالك. يعني كدير كي كنقولوا حنايا غادي دير واحد رؤوس الاغنام، غتقابلهم ولا شي حاجه. هي هذه الخدمه راه كي كنقول لكم دائما ماشي سهله، والناس اللي ما عندهاش الخبره وعارفه راسها ما تقدرش على هذا الشيء هذا فصعيب الحال. يعني ماشي الانسان غير يطمع في الفلوس ان غيعطيوه 37000 او لا 41000 او لا حتى 80000، لان فاش دخلت كنبحث انا في الجهه ديال هاد الكومينيداد ديال فالنسيا فراه كتوصل حتى ل 80000. ولكن بطبيعه الحال اي حاجه عندها الشروط ديالها. اهم الشروط ديالها بطبيعه الحال خص يكون عندك اوراق الاقامه. الناس اللي عندهم ما عندهمش اوراق الاقامه فانت غتقدر تخدم عند الناس، يعني انك تقابل ولا شي حاجه، ولكن انك دير ديالك فيعني ما تقدرش تستافد من هذه المنحه هذه. المهم نتوما زيدوا سقسيو، انا كنقول لكم زعما اللي قريت واللي عرفت وداك الشيء. هاد المنحه هذه فهما كيعطيوها لك، ولكن اهم شرط انك تبقى 5 سنين وانت خدام في هذا المجال هذا. مثلا درتي انك غادي تربي البقار ولا الغنام ولا المعيز. علاش كنقول لكم هادو؟ لانهم هاد المنحه دي كتعطى كبيره، لان في هذا المجال هذا مثلا هما يقدروا يعطيوك منحه باش دير مثلا شي بروجي شي بقال، ولا سيرتو في القرى اللي كيكون مثلا محتاجين فيها الناس وداكشي. فراه ديجا درت لكم
انهم كيعاونوا الناس باش كيفتحوا مشاريع ديالهم. راه الا رجعتوا الفيديوهات اللي كندير لكم على القرى، سيرتو فاش كنبقى ندير لكم على القرى ديال كاستيا ليون وداكشي، يعني اللي فيها بزاف د القرى، بحال هاد القريه هذه مثلا اللي كتشوفوا قدامكم، فهي قريه ما فيهاش الناس بزاف وداكشي. فانت الا طلبتي انك مثلا كتجيب لهم كي كنقولوا واحد المشروع مدروس بطبيعه الحال، كتكون عارف راسك شنو غادي دير، داكشي بورقه وستيلو. فوالا غادي ندير واحد 300 راس ديال الغنم، غادي نكري الكوري. راه كاينين حتى الكوريات اللي كيتكراو ديال البلديه، يعني غادي خصكم دراسه الموضوع. يعني انا كنجيب لكم غير الافكار وانتم بحثوا وشوفوا شنو كاين. كيف ما قلت لكم، فهما من الشروط ديالهم انكم تبقاو خدامين في هذا المجال هذا او هذا البروجي هذا اللي غديروه 5 سنين. وبطبيعه الحال كتكون مراقبه ديك الفلوس هذيك فاش خسرتيها وشنو درتيها، كلشي بالورق. راه ما تقوليش غدير النوار وديك لا. فبطبيعة الحال اي حاجه بالفاكتورات، بشحال شريتي هادي وشحال شريتي هادي، وبشحال بعتي هادي، وشحال شريتي العلف، بشحال شريتي البهايم، بشحال كتخلص الكرا. لان كيتحاسبوا معاك. علاش؟ لانهم كيعطيوك واحد الدفعه اولى، واحد 60% ولا 50% ولا 70% على حسب البروجي ديالك وعلى حسب شحال غتحتاج وداكشي كامل. وكيعطيوك ديك المنحه هذيك، داك المقدار، ديك الجزء منها في العام الاول. ومن بعد ديك ما كتفوت سنه كيجيو يشوفوك واش بديتي المشروع ديالك فين وصلتي فيه. وهذه الا كنتي ماشي مزيان فراه غادي يكملوا لك، ما كنتيش ماشي مزيان، ما بديتيش كاع، يعني خديتي الفلوس وما درتي حتى شي حاجه، فراه كترجع ديك الفليسات. بطبيعه الحال هما راه ماشي، هما كيشجعوا الشباب، لان هذه المنح هذه كيف ما قال السيد فشحال هذه كانت بالاكثريه معطيه لعند الشباب من 18 حتى ل 40 سنه او ل 41 سنه. لكن كيف ما شفتوا في الفيديو فهو قال بانهم وصلوها حتى ل 55 سنه. انا ما عرفتش هذا السن هذا وصلوه غير في المنطقه فين كاين السيد هذا او لا في جميع المناطق الاسبانيه. المهم نتوما اي واحد كاين في شي جهه يسول ويسقسي. اول حاجه خصكم تسولوا عليها هي خصكم تسولوا على التكوين في المجال ديال هادشي ديال تربيه الاغنام والابقار. حتى الزراعه كيعطيو عليها منحه الناس اللي عندهم مثلا كيشريو طريف الارض او لا كيكونوا هما باغيين يشريو طريف الارض ويستثمروه. وكيف ما كنقول كيكونوا عندهم افكار غادي ندير، انا كنعرف نزرع، انا كنعرف ندير بطاطا. لان بزاف الناس اللي خلاو لي كومونتيرات انهم عندهم خبره في هذه المجالات هذه. خلينا من ديك الناس اللي كيستهزئوا وكيبقاو ينتقدوا الناس اللي كتخدم هذه الخدمات الشريفه وهذه الخدمات اللي ديال الرجال صحاح وتبارك الله عليهم خدامين بالحلال. حيت انا كنشوف غير الكومونتيرات نتاع السيد هذا في تيك توك بلا كيسخر ويكتب سارح وداكشي، والسيد خدام على راساتو كيدخل فلوس وانت بقى حاضيه وبقى كتب له تما سارح، كتب له تما حتى مع شنو غتكتب، شنو غتنقص منه، زعما تنقص له من الرجله ديالو؟ ما عندك ما تنقص منه. بالعكس انا كنشوفو ان الانسان مثلا واخا غير ديك ال5 سنين هذيك اللي كيعطيوك مثلا كتبقى معاهم، عرفتي شنو هي انك تخدم وتدخل فليسات تجيب الفلوس غير تروج ديك الفلوس ودير الا درتي غير الدويره ديالك ودير كاع مثلا بروجي واحد اخر. الا شفتي ان السرحه مثلا، لان كنقول لكم ماشي المهنه سهله، لان مثلا نقولوا حنايا راه خصك تخرجهم. كنشوف انا سيد كنشوف فيديوز ديالو كيخرجهم كيبقى مقابلهم في الزنقه هذه، يقدر يبات مثلا في الخلا، يقدر. لان كنقول لكم راه واحد المهمه ماشي سهله. راه شحال من واحد اللي كيكون كيجي لهنا لاوروبا وفاش كيدبروا له خدمه مثلا في هذا المجال هذا ديال تربيه الاغنام ولا في الفلاحه ولا ما كيقدرش، كيقول لك انا ما كنقدرش على هذا، ما نقدرش على هذه الخدمه هذه. لذا ضروري الانسان خصو يكون قاد بهذا المجال هذا. هاد القرى انا اللي كنجيب لكم ديال كاستيا ليون منهم هاد القريه هذه اللي كتشوفوها قدامكم وكتسراو فيها، هي قريه من القرى ديال كاستيا ليون تابعه لمدينه بورغوس، والاسم ديالها هو هذا الفوق اللي كتشوفوه. يعني هاد الجهه هذه راها كتعطي حتى هي منح، حتى ما مثلا ان عندك واحد كي كنقولوا حنا الكوري. الناس اللي ماشي من المغرب ما كيعرفوش الكوري، هو ديك البلاصه فين كدير الغنم وديك الشيء بحال الدار كبيره اللي كيكون فيها الغنم. الحظيره هي هذيك، حتى راه كتعطي المنحه حتى الاصلاح ديالها. كيعطيوهم منحه حتى الاصلاح المنازل. لان كنقول لكم كاينين بزاف القرى تماتيك اللي شبه مهجوره، ومن بين انهم كيدعموا الناس اللي غادي يسكنوا تما ويديروا بروجيات. راه ديجا قلت لكم انكم كتمشيو لواحد المركز، دابا ما حاضرش عندي الاسم ديال المركز، تقدروا ترجعوا لعند الفيديوهات السابقه ديال القرى. راه ديجا قايلها لكم بان كاين واحد المركز اللي كيساعد الناس هكا اللي كيكونوا كيقلبوا على فين يسكنوا او لا كيقلبوا يديروا مشاريع وداكشي، فهما كيساعدوهم باش انهم كيمشيو ويبداو حياتهم في هذه القرى هذه. راه هما اللي كيساعدوكم على انكم ديروا شي بروجي
المنح ديال باش انكم ديروا مثلا هكا بقال ولا شي حاجه ما كتكون منحه قليله، لكن هاد المنح هذه ديال تربيه الاغنام اولا الزراعه ولا كتكون منحه اللي كبيره، يعني اللي كتستافدوا منها بزاف. لان كنقول لكم راه بعض المرات في هاد كاستيا ليون راه المنحه كتوصل حتى ل 200 الف، ماشي كنقولوا انا، هادشي كيقولوا هما في المواقع ديالهم الرسميه، باش كيعطيوهم مثلا انك كتصلاح البلاصه فين غيكونوا الحيوانات ديالك. بطبيعه الحال خصك تحترم البيئه، كتحترم تكون يعني كتعتني بديك الحيوانات، راه كتكون مراقبه، كيبقاو ماشيين معاك، كيشوفوا كيفاش كتخسر ديك الفلوس، كتقدم فواتير، كتقدم كل شيء، كتخلص الضرائب ديالك، كتكون داير اوتونومو ديالك، يعني كيكون ديك الشيء ليغال 100%. بطبيعه الحال خصك دير اوتونومو، لان هذا راه مشروع، راه يعني خصك تكون الوراق ديالك يكونوا بانك كتخدم اوتونومو، ماشي الوراق لانك تخدم غير يعني غير مع شي واحد. يعني حتى نوع اوراق الاقامه اللي خصهم يكونوا عندك يعني انك تخدم لراسك ومع شي واحد اخر. المهم هذا جهدي عليكم، نتوما زيدوا بحثوا في هذا الموضوع هذا، الناس اللي مهتمه سيرتو بهذا الشيء. عفوا التليفون ديالي غادي يطفى، دار ديك طق راه عندي ناقص 10%. اخر حاجه كنفكر فيها نشارجي التليفون. يعني نتوما زيدوا تسقسيو وسولوا في هذه المساله ديال تربيه الاغنام اللي عند الناس اللي باغيه هذا المجال هذا واللي كتشوف راسها قاده به، سيرتو الناس اللي كيبغيو يسكنوا في هذه القرى وكيتبعوني على حساب هذه القرى في هذا المجال هذا. هانتوما سمعتوا، يعني الا كنتو باغيين تبداو بروجي تقدر تمشي لتما وتبدا بروجي ديالك وهما يساعدوك. يعني راها كاينه في بزاف الكومونيداديس، كاينه في كاستيا ليون، كاينه في جهه ديال الميريا، كاينه هنا في جهه ديال كومونيداد فالنسيا. راه فين ما مشيتو خصكم غير تسولوا، ما غتقولوا لي فين غنسولوا، سيروا غير الايونتامينتو العماله وسولوا على هذا التكوين هذا ديال تربيه الاغنام. انا ديك الساعه دابا نخلي لكم في الكومونتير شنو الاسم ديالو بالاسبانيه باش تمشيو تسولوا عليه وتعرفوه وديروه. الله يسهل على كل واحد. كنتمنى ان الجوله هذا الفيديو ديال هذا النهار تكون عجبتكم في هذه القريه هذه. ما هضرت لكمش على القريه عدد الناس ديالها وداكشي، وعدد الناس ديالها قليل بزاف، يتراوح بين واحد 118 او 140 نسمه فقط. وهاد الاعداد هذه بطبيعه الحال راها في الصيف راها كتدوبل، كيف ما حطيت لكم واحد الفيديو شورت ووريتكم كيفاش كيكونوا هاد القرى هذه في الصيف، لانهم كيعمروا بالسياح، كيرجعوا الحفايد والولاد داكشي. لان بالاكثريه كتلقاو هنايا الجدود داكشي علاش هما كيديروا هاد التحفيزات وهاد كيعطيو بزاف نتاع الصراحه الله في هاد الجوايه هادو. راه غير بحثوا نتوما، كاين بزاف نتاع الحوايج اللي كيديروهم باش كيساعدوا الناس انهم يرمموا المنازل، انهم يديروا مشاريع. لانهم هنايا في هاد الجوايه في هاد المدن هادو، عفوا في هاد القرى هادو كيكونوا شبه مهجوره، لان كتكون واحد كيمشيو الناس كيمشيو للمدينه، كيمشيو لان بنادم ما خدامش في الفلاحه شنو غادي يجلس يدير، لان راه معروف شنو غادي تخدم هنا في الباديه. راه غتخدموا اما في الفلاحه يعني الزراعه، تزرعوا القماح ولا الخضره ولا الديسير ولا شي حاجه، اولا تربيه الاغنام والماشيه. لان مدينه عفوا قريه صغيره البيع والشراء كيكون قليل، يعني غادي تخدم غير مع الناس ديال الدوار. التنظيف يعني الا قابلتي شي مرا كبيره واه شويش يعني غتقابلها انت، اولا مرا كبيره ولا راجل كبير غتقابلهم، ولا في الرعايه انت ضامن شهرك والضامن هو الله. ولكن من غير هاد المجالات هذه يعني بنادم هكا اللي كيكون قاري وكيبغي يتوظف وهذه، فكتكون هاد الهجره من القرى للمدن اللي كتكون هنايا دايرين بزاف كاينين بزاف الجمعيات بورغوس اللي كيشجعوا على التعمير ديال هاد القرى هذه، لدرجه ان كاين بزاف القرى الا قلبتوا في جوجل غتلقاو بزاف القرى اللي هما مستعدين انهم يعطيوك الدار فابور، وهما يديروا لك بروجي من عندهم، يعني يخلصوا يوجدوا كل شيء. انت غير تقابل مثلا شي ريستورا شي قهوه انت تقابلها وتعيش تما. بطبيعه الحال كيشرطوا في انها تكون مجوج وعندك الوليدات، وهذا الشيء ديجا بارطاجيتو معكم من قبل. المهم ما غاديش نزيد نطول عليكم، انا الفكره ديالي هي هذه. الناس اللي انا شفت بزاف الناس مهتمين بهذا الموضوع هذا، فقلت نجيب لكم كي كنقولوا حنا انا غير واحد فلاش، يعني غير واحد الاشاره وانتم تزيدوا تبحثوا، حيت انا ديجا كنقول لكم انا باقا فتره نقراها، وكل ما كيقرب راس الشهر كيدخلني الخوف ما باغاش ندير عمليه واحده اخرى. المهم دائما كنقول لكم ما تنساونيش بدعواتكم، وكان الله يشافيني ويشافي جميع المسلمين يا ربي. شكرا لكم من القلب على المتابعه ديالكم، كنتمنى ان هذا المحتوى هذا تشجعوه. للاسف دابا واخا هانتوما مثلا انا جبت هذه المعلومه ياكو، نتوما غتشوفوا هذا الفيديو شحال غيضرب، ما غيضرب والو، لان كاين بنادم كيتفرج ما كيدير لا لايك ما كيبارطاجيه ما حتى شي حاجه. انا والله الا ما كنحشم نبقى نقول هاد الهضرات بارطاجي ودير ابوني وهذا الشيء. شنو كنقول بنادم يعجبو المحتوى راه يديرها، ولكن حتى فاش كتشوف انا المحتوى هذا ما كيطلعش حتى نفسيا كتقول انا غادي نوض من مرضي
وندير فيديو هادي في الاخر غادي يبقى ما يطلعش. هادي شويه نفسيا ما كيبقاش عندك المورال كاع انك تبقى تدخل نهائيا هذا اليوتيوب. كنحط فيديو في تيك توك تبارك الله كيطلع كيمشي كيضرب مليون مشاهده، مليون ونص. كنحط في اليوتيوب ما عرفتش واش من يعني واش الفرق في المواقع، والله ما عرفت فين كاين الخلل. ما علينا، هذا بين قوسين. شكرا لكم بزاف على المتابعه، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله ونلقاكم باحسن الاحوال اخوتي. ودائما ان شاء الله غادي نكون معكم في الجديد، وغادي نبارطاجي معكم قرى ومدن جديده ان شاء الله بحول الله. كاينه واحد القريه كنت غادي نحطها هي الاولى، هي لقيت فيها ان علاش ما حطيتهاش، لان لقيت فيها الكرا غالي، علاش غادي نحطها؟ داكشي علاش ما حطيتهاش. قلت يعني شنو غيستافدوا الناس الا فيها الكرا غالي بزاف. المهم شكرا لكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.